لا دي هنرجع لها كمان شويه. عدي معايا موضوع التنظيم وهنعتبر الانديه موافقه وهتلعب. امسك الريموت بتاعك وشغل اول جولتين 3 في الدوري المصري، هتلاقي اكتر من نص الماتشات بيخلص تعادل. مش ممكن عمرو مرعي يقترب ويسدد اللي قدم مردود. ما كانتش كمان تعادلات سلبيه، وبنسمع نفس الجمله الشهيره بتاعه الانسجام والصفقات الجديده اللي هم اساسا 25 30 لعيب بيتنقلوا بين الانديه كل موسم انتقالات. هيقفلها لك ضلمه، مش هتشوف اي حاجه. ماتش صعب قوي في توقيت صعب قوي، الناس مركزه في الديربي واحداث الديربي وليه خسرنا الديربي، وناسي ان انت هتلاعب فريق 7 تعادل، فوز 1 وهزيمه 1. بصراحه كده انا حاسس اني مزودها شويه. اللعيب المصري برضه ما بيرتاحش موسم ورا موسم ورا موسم، ومفيش فتره راحه كفايه. يا ابني ما انا لسه قايل لك التنظيم، قلت لي الانديه موافقه، قلنا ماشي. يا سلام يا عم، حسيت ان انا بحكي لك الخطايا. طب بالنسبه للمدربين اللي برضه هم 5